السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه النهاردة؟ ان شاء الله عملكم فيديو جديد هيعجبكم بإذن الله، وهو الأكل في الفطار، يعني 8 أكلات في الفطار مختلفين غير عن بعض هيعجبكم بإذن الله. تمام. جبنا فول عملته كده بالطماطم وبطاطس محمرة وسلطة وجبنة، وكمان يا بنات عسل. ممكن تحطي عسل او حلاوة. هما حطوهم في الاخر كمان ما كلهمش، محدش كل منهم. والخضرة ده برضو ممكن خضرة، جرجير، خس، اي حاجة، خدي اي خضرة عندك. وسلقت بيضتين وعملتهم بالقشطة اللي هي وش اللبن، حطيتها على النار. لما عملت كده سخنت، حط عليها ملح او فلفل اسمر وكمون، وقطعت البيض ورحت حطاه فيه وقلبتها كده زي ما انتوا شايفين. تمام. عاوزه اقول لكم الحلاوه والجبنه والعسل محدش كل منهم، فانتوا ممكن تحطوا الاكل اللي انتوا هتحطوه كلوه. تمام. الاكل اللي هتاكلوه يعني يا بنات حطوا منه. تمام. المهم هما حطوهم وقالوا هناكل منهم، في الاخر ما كلوش. كان اللهم صل على النبي بألف هنا. الفول البطاطس دي لازم كل مرة فطار او عشاء يكون عليها بطاطس. تمام. المهم اليوم التاني بطاطس محمرة وفول وحلاوة ومخلل ليمون والعيش طبعا، وكمان اللهم صل على النبي الجبنه بالطماطم. تمام. عاوزه اقول الجبنه بالطماطم دي حلوه جدا وموفره كمان. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو عندك طعميه بتحطي طعميه. تمام. احنا بنعمل مثلا مره فول ومره بيض كده. تمام يا بنات، زي ما انتوا شايفين كده. لو وصلت معايا لحد هنا متنسيش اللايك والاشتراك في القناه. دي الفول عملته ازاي، اقولكم عملته ازاي. جبت كيس الفول عشان في اطفال وكده صغيرين، فالاطفال الفول اللي هو الحب دي عشان مش هيقف في زورهم وكده. عملته مع الكبه مع جرن من الفلفل وحبات طماطم. تمام. وفرمتهم ورحت مسخنهم على النار، وحاطه ملح وكمون وشويه زيت، او ممكن حته سمنه بلدي. تمام. بس كده وبتعملي الغدا. اللهم لك الحمد وبألف هنا. تمام. مشي كده ميزانيتك كده زي ما انتوا بتمشيها وبألف هنا. تمام يا بنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعد الفطار كان في جاتوه حاجة ساعة، رحت مديهم كده ايه كل واحد حتة. الجاتوه دي قسمتها على 2 عشان أطفال وكده، قسمتها على 2 وشوية كل واحد ايه خد شوية حاجة ساعة. دي تالت وجبة، وهي كانت فول وكانت جبنة طماطم وجبنة عادية وكانت بتنجان بالدقة ولانشون. والصينية دي بيض ولانشون وفلفل. تمام. وفلفل صحيح زي ما انتم بتحبوا. شايفين بسم الله ما شاء الله. كانت أكلة زي العسل مع اللمة وكده. يكون عندي ماما ما شاء الله يعني. وبألف هنا. واختاري بقى اللي انت عاوزاه وما تحتاريش في الفطار ولا كده. عملت لكم منيو فطار عشان ما تحتاريش كل يوم، يعني مش كل يوم هتعملي فول ولا طعمية ولا الحاجات دي. مرة فول، مرة طعمية، مرة بطاطس مع بيض كده يعني. تعالوا. الأكلة الرابعة هي بطاطس محمرة وعجوة. دي عجوة يا بنات، ممكن تعملها في حتة سمنة بلدي كده وجرفة، أو ممكن تحطها زي ما هي. تمام. وجبنة بيضة وطماطم ومخلل. وكمان أنا عاملة البيض ده بالفلفل، فلفل بس، أو فلفل وبصل يا بنات. يعني زي العجة كده بس مش حاطة عليها طماطم. تمام. وكمان اللهم صل على النبي العيش أكلة زي العسل. بسم الله ما شاء الله. دبري ووفري واللي عندك في التلاجة حطيه. تمام. هو أساسيات الفطار يا بنات هي الجبنة. لو أولادك بيحبوا البطاطس وكده. تمام. لو هتطلعي هتعملي سندوتش جبنة هتاكلوا بألف هنا. علبة حلاوة عندك، شوية عسل هتحط لهم هياكلوا بألف هنا. كيس فول مع شوية بطاطس، لو كيس فول مع بيضتين بألف هنا. تعالوا اليوم ده كان يوم جمعة، عملنا بطاطس محمرة وزيتون، وكان اللهم صل على النبي خيار، وكان في عملت كده بصلية واحدة بس. تمام. هو الفيديو عدى عفوا. تعالوا بقى اليوم ده كنت عاملة بيضتين قسمتهم كده نصين وطماطم، وكان في حلاوة وكان في لانشون، حطيت كده قطعتين من اللانشون وبطاطس محمرة. تمام. زي ما قلت لكم كده مشوها كل يوم حاجة، مش لازم كل يوم طعمية، كل يوم فول، كل يوم بيض، لا، قسموها كده كل يوم حاجة وبألف هنا وشفا. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انتوا 4 افراد ممكن تعملي بيضتين بس حلوين زي العسل، اقسموهم نصين كده وحط عليهم شوية كموني في ملح كده. ألف هنا. ده يوم تاني عملت معاه اللهم صل على النبي كانت جبنة وعسل وفول. تمام. وبطاطس
ومخلل، طبعا المخلل دي هو اللي بيفتح النفس على الاكل، وطماطمية كده ايه قطعتها. تمام. ما تبصوش على شكل الطبق، هو كان في التلاجة فرحت حاطاه كده ايه على طول. تمام. والعيش طبعا اللهم لك الحمد وبألف هنا. تمام كده يا بنات، ايه رأيكم؟ لو عجبكم الفيديو، ولسه في اكلات تانية، لو عجبكم الفيديو متنسوش تحطوا لي لايك والاشتراك في القناة. طبعا لو انت من عيلتي الحلوة اكتبوا لي كده ايه كومنت كده حلو زيك. ايه رأيكم في فكرة الفيديو ده؟ حبيت ان انا اشارك معاكم واصور كده في الفطار، وتاخدوا برضو افكار وكده. تمام كده يا بنات. ده اليوم الاخير هو الثامن. كان طعمية، وكان بطاطس وطماطم. تمام. قلت اليوم ده هعمله فينو كده. كان عندي فينو في الفريزر، كان اجا الاسبوع كنا جبنا فينو، وبعدين اجا الاسبوع المدارس ما راحوش. تمام. فالفينو بقى ايه اتبقى، فرحت مطلعاه يا بنات، وقلت اعمله سندوتشات كده. عاوزه اقول لكم الفينو اللهم صل على النبي، الفينو مع الطعميه وهي سخنه بتبقى حلوه جدا، مع طماطم كده وخيار. تمام. شويه مخلل زي العسل، وكمان طبق بطاطس كده، بألف هنا وشفا. ايه رأيكم؟ مستنيه رأيكم في الكومنتات، ما تنسوش لكم رأيكم كده، كلمه حلوه كده تفرحني، والاشتراك في القناه. تمام. واللايك، ما تنسوش تحط اللايك، اهم حاجه اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. واعملوا كده مشاركه لاصحابكم عشان كمان هم ياخدوا افكار ويستفيدوا. ببدأ ان انا اقطع كده اللهم صل على النبي الطعمية كده ايه، شرايح كده صغيرة عشان اعملها في السندوتشات، تبقى حلوة جدا والله يا بنات، وهي سخنة كده. لو في بقى جرجير بتبقى زي العسل. هبدأ بقى اعمل السندوتشات واحطها. بس كده يا بنات، اشوفكم على خير، مع السلامة.